كرة وانذار، فرصة لقادم الأخطار، فرصة لتغيير الواقع والأقدار. كرة في فريق اليوفي يطلع يضغط بريسنج عالي فريق ميلان، والكرة تضيع. حذاري ممكن زلاتان إبرا يوزع كرة، مش ممكن الهدف الأول يضيع. هذه الكرة الأولى، هذه الضربة الأولى، هذه الفرصة الأولى، هذه القتلة الأولى، مش ممكن ضاعت. زلاتان إبراهيموفيتش هي بين العرضية والأول، ركنية تلعب تمشي العرضية هي بالراس، مش ممكن ضاعت، مش ممكن ضيعت تياجو. الميلان أفضل، ما فيش كلام، الميلان أخطأ. ثم الاسمراني الهولندي مجنون يسدد ويحط له وري بلغه الاسبان، هاي راسي بلغه التوانسه، منها فرصه بلغه العرب. كي اوكاز يطبق طريقه الهجمات المتواصله جميله من بيرلو، وهدف اول يضيع. 1-0 يوفي، 1-0 اليوفي، جول الراتد اليوفنتوس. اليكس ديل بيرو يا مجننهم، يا معذبهم، يا معقدهم، يا معذبهم، يا معقدهم، يا مدمرهم. مش ممكن يا اولي، مش ممكن ديل بيرو. لم اكذب يوم ولم اكذب لحظه في عالم كره القدم امام الميكروفون لما قلت الملكي، والملك يظهر في الجزئيات الكبيره. سجل يا اليكس، مارك يا ديل بيرو. 1 يوفي 0 ميلان. هذه الكرة شوف المعلم، شوف الاكس عارف الكاو، الضربة القاضية جاكيريني. حذاري الميلان، نمشي يا يوفي. كرة ممكن، كرة وشانس، عداه يضرب يسدد. لا ضعيفة يا فوتشينيتش. تمخض الجبل في الدليالبي، تمخض الجبل عند البيريني، فولد فارس. اندريا بيرلو يسدد، الحارس عملية ورا حارس الميلان. 2-0 ضد روما. يمشي كرة طويلة خطيرة، وهدف التعادل من مسباح شمال تشو مسباح ينير صباح الميلانيستا بهدف للتاريخ. هدف التعادل من شمال مسباح، هدف ولا اروع يا ولد. دانيال يتقدم 1 والجمال يرد عليه. هنا الكرة وهنا التوزيعة، يا الفيليب المكساس، هنا يهرب من رقابة الدفاع، مفيش اوفسايد، مفيش كلام. هنا الراسية غلطة، يراوض الكرة، يدخل جمال يحط كرة شعراوي في منطقة الجزاء، شعراوي يحط كرة لوبيز يسدد، لكن سهل عند الحارس استوراري. كرة استوراري تتهيأ سهل الحارس. الوقت يمر، اليوفي على 25 دقيقة للوصول للنهائي 14 في تاريخه، والميلان على بعد 25 دقيقة من والعودة يا المونتاري. فرصة كبيرة جدا. هذه الكرات العرضية قد تعيد الميلان وقد تعيد اليوفنتوس. كرة خطيرة جدا في منطقة الجزاء. فما مشكلة الآن في اللاكس المحور الدفاعي بين بونوتشي وكيليني، لابد من الانتباه. وهنا آخر التعليمات من ماسيميليانو أليجري في نفس السنة. دائما يوفي عملها مرتين، عام 60 و95، والكرة تمشي خطيرة عن طريق ديل بيرو نفس ريتم، لكن ديل بيرو يوسع ممتازة يا أليكس سامحني، عذرا، آسف يا ديل بيرو، يا معطيك الثقة في تجاوز تياجو سيلفا. حكيت على ناقص مباريات وناقص ممكن قوة، ولكن يا ولد تياجو سيلفا يخلص وضعية الصعبة قدام ماركيزي الجزائري مسباح. بينما هنا كرة ممتازة لقتل الماتش، كرة خطيرة والمراوغة والتسديدة، والكرة في الشبكة من الخلف. كرة خطيرة من فوتشينيتش يضيع الضربة القاضية. كانت كرة العودة في الكوبي. هل تسرع الكوتش أليجري في إخراج السويدي؟ ترجع كرة وتسديدة يا ولد في الوسط. برافو استوراري للكرة لأندريا بيرلو، كاد يقتل الحلم في لحظة اغتيال الأحلام. أنتونيني كان طريق كلارنس سيدورف يوزع كرة والدفاع يستأسد مرة أولى، لكن مطالب في هذه الكرة الصعبة عن طريق ماكسي سدد وهدف. إيليا الثاني للميلان، الميلان يسجل الثاني، وقلت لك لن تنتهي 1-1. الله يا الماكسي لوبيز يولع المباراة، واسطورة الميلان تتواصل حتى في الكوبا. هدف ثاني من الجلاد ماكسي لوبيز هو من يكتبها، ماكسي لوبيز هو من يدونها ويرفع الشعار. أنا الميلان سونو الجراندي ميلان. شوف من إبرا في ليلى، ترجع الكرة لليوفي، يمشي جاكيريني وسط كرة، هي ضربة القاضية. بوريالو مش معقول يا بوريالو، وين يا بوريالو يا معذب الملايين، يا بوريالو يا مختال الحلم الجميل. شوف أندريا بيرلو شو يعمل، وشوف جاكيريني شعطاه، وشوف هو وين خرج
خرج وشوف وين قرب وشوف وين ضرب. مش ممكن، مش هذه، مش هذه. مونتاري يحط كرة ايمانويلسون ترجع الكرة تسديد. رد بالك، كرة بعيدة. رد بالك يا اليوفي، رد بالك. 90 دقيقة الاكسترا تايم. هكذا يحكي الحكم. انا بدي نحب نروح ولكن العب من مكانها وتلعب بالمكان. كاسرس يقتلهم. لا، الكرة ترجع للحارس. الراسية من فيدال. صمت جمهور اليوفي الصمت الغريب، الصمت العجيب، الصمت المريب. لماذا تصمتون؟ شجعوا الى الختام. خير بالاخير ممكن يا أليجري او لك يا كونتي. بالاخير الجمهور لازم يقبع فريقه. هو الميلان اقوى بدنيا. ايمانويلسون يتحرك. ايمانويلسون عدى فريق. ايمانويلسون يراوغ بكيم. ايمانويلسون لماكسي وماكسي طويله وفرصه كبيره تضيع للثالث. الله على الثالث في 3 دقائق الوقت المميت. الله يا ميلان، الله. الميلان يتفوق بالإبرة. ترجع الكرة الأخيرة ويضرب ويسدد. قريبة جدا للركنية يا فوتشي. وأنت العالم. ترجع بالراس والكرة الأخيرة ما زالت حتى فرصة أخرى تتوالى الفرص من فوتشي. وختامها اكسترا تايم يا فوتشينيتش. هذه الكرة الكنترول هنا بعد الانزاجي يصلح الضربة ويضرب، ولكن لم تكن ضربة الرجل الواحد من اجل هدف واحد. الوصول لنهائي الاولمبيكو. يتواصل الصراع وتتواصل اثارة المباراة. تقدم اليوفي بهدف عن طريق ديل بيرو واعتقد الجميع انها انتهت، وقيل للجميع انه خلاص البيانكو نيري في روما الماي القادم، ولكن عاد ميلان، عاد بهدف الانطلاق والمفتحات. الحارس على كرة بورييلو. لا، بورييلو اليوم حقيقة فشل ذريع امام المرمى. ماركيزيو يتحرك يعطي الحلول. أنطونيو كونتي يشحن اللاعبين ويقول لهم ليس الان نخسر. ديتشيلي يلعب الكرة وسط الميدان، يمشي بالكرة بورييلو. خطيرة فرصة. مش معقول ما نحبش نقول يا بورييلو. مش معقول في باش يندم الميلان. يتقدم اليوفي، يرجع بالكرة عن طريق ماركيزيو لفوتشي. فوتشي يدخل. فوتشي يراوغ. الفوتشي ياخذ كرة ممتازة جدا. الباس يضرب كرة كاسرس، ولكن لا يلدغ الميلاني من الجحر 3 مرات. يلدغ مرة اوكي، يلدغ 2 اوكي، لكن فما قانون. ترجع الكرة تدور مليح. اليوفي كسر عن الانياب ويسدد والتعادل. يا ولد القذيفة من الصربي فوتشينيتش يتعادل اليوفي 2-2 في هدف للتاريخ. سجل يا تاريخ الكلاسيكو، سجل. اكتب يا تاريخ الكلاسيكو، اكتب الروح عنوان الوصول الفينال. الله يا الفوتشي، الله يا ميركو. من اين لك هذه؟ من اين القذاف هذه يا نيلي؟ هل من يا ندفاد؟ انك التاريخ يا المارادونا سترافا. هنا ضرب الله جيبها. الكرة تتواصل والإثارة تتواصل في فجر يوم جديد. دخلنا في الاربعاء حتى في ايطاليا، وخطيرة والحارس يا ستوراري يتألق. هنا أرض ومدرسة الحراس، هنا كبار حراس ايطاليا لعبوا. هنا دينوتزوف، هنا تاكوني، هنا جالويجي بوفون. الياب عمل اللي عليه وفوتشي يتقدم. فوتشي والتسديده والحارس اماليا او اماليه بلغه الطليان. بورييلو يسر الحاحه للثالث لقدو. خلاص يا نوتشيرينو، الكاس تغادر ميلان، ولكن الميلان عينه على الجوهرتين السكوديتو والشامبيونز. اليوفي يضمن نهائي من اجل لقب على الاقل في عام يستحق فيه التتويج، عام لم يخسر فيه اي مباراه. واليوم للقاء رقم 32 الموسم بدون هزيمه لفريق السعاده يوفنتوس.